صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع. النهاردة معايا وصفة جديدة وما كنتش متخيلة أبدا إن أنا أعملها، لأن أنا بصراحة ما كنتش باكل خالص الفسيخ أو البوري المملح. النهاردة هعمله معاكم. أنا عملته مرة قبل كده ودي تاني مرة، بس ما كنتش أنا باكله، كنت بعمله علشان أمي، ربنا يديها الصحة. الطريقة سهلة وبسيطة على فكرة، مش متعبة خالص، اسهل من كده مفيش. بس بصراحة هو بره غالي قوي، لكن احنا في البيت نقدر نعمله باسهل طريقة. يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم. هي سهلة وبسيطة خالص، واحنا طبعا كلنا شطار وبنعرف نعمل البوري او تمليح البوري، واوفر وانضف. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض باسهل طريقة. وكل سنة وانتم دايما بخير يا حبايبي. انا هنا استخدمت سمكتين بس، والمقطع اللي قبل كده انتي المفروض بتشطفيه شطفة كويسة من بره، وبتشطفيه من عند الخياشيم، وبتسيبيه لما المية بتاعته تتصفى خالص، يعني تكون ناشفة خالص. انا سبته ليلة كاملة، وبعد كده زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي ببتدي انضف عند الخياشيم بمنديل ورق عادي خالص. المفروض انك بتفضلي تستخدمي مناديل لغاية ما يبقاش في اي دم خالص عند الخياشيم، او اي مادة سودة كده او اي حاجة خالص، زي ما احنا شايفين بالظبط كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتفضلي كده بالمناديل الورق تنضفي خالص عند الخياشيم لغاية ما يبقاش فيه اي حاجة خالص. لازم السمكة تبقى ناشفة خالص من المية، وكمان ما يبقاش فيها اي وساخة خالص او اي دم او اي حاجة خالص. ضروري الخطوة دي علشان التمليح بتاعها يكون صح ومظبوط. زي ما احنا شايفين كده، ولازم يكون طازة، ولازم الخياشيم بتاعته تكون حمرة كده، ده دليل على انها طازة مش مركونة او قديمة عند السماك. ده ضروري قوي. انا خدتها اهو معاكم الخطوة دي واحدة واحدة، لان الخطوة الاولانية خطوة الشطف راحت مني، بس انا شطفته من بره من غير ما اجي جنب القشر بتاعه خالص، وشطفة خفيفة من قدام بتخرجي بس اللي عند الخياشيم، وبعد كده بتكملي بالمنديل الورق. واهم حاجة انك تسيبيه ينشف من اي مية خالص، ما يبقاش فيه اي مية نهائي. زي ما احنا شايفين كده بوريهولكم. هبتدي بقى اجهز معايا ايه. هنا معايا 5 معالق ملح، ضروري يكون فيهم حبة معلقتين ملح خشن، لكن هنا انا استخدمت ما كانش عندي خشن، استخدمت كله ناعم. يبقى 5 ملح و2 شطة و2 كركم، وورقتين لورا او 3، كام ورقة كده يعني، لان هما سمكتين 2 بس مش هحتاج كتير. يبقى حوالي 5 معالق ملح ومعلقتين شطة ومعلقتين كركم وكام ورقة لورا. الورق اللورا ده حلو قوي لانه بينزع اي ريحة زفارة خالص. وزي ما احنا شايفين كده هبتدي عند الخياشيم احط كويس من الخلطة دي، واجهز كيس بلاستيك معايا على حسب طبعا الكمية، انت عايزة سمكتين 3 4 زي ما انت عايزة. ويفضل انها تكون السمكة مليانة شوية علشان تخرجلك كمية لحم كويس. هنا انا حطيت واحدة عكس التانية، وهبتدي برضو احط كل الحاجات اللي من الخلطة اللي هي الشطة والملح والكركم عليها. وضروري تخرجي الهواء من الكيس، ضروري ما يبقاش فيه اي هواء في الكيس. انا هنا حطيت كل الخلطة اللي فضلت معايا لانها يدوب على السمكتين. زي ما قلنا ضروري تخرجي اي هوا، ما يبقاش فيها اي هوا علشان تبقى الوصفة ناجحة معاكي. وطبعا هتفضلي تستخدمي كيس جوا كيس. انا استخدمت حوالي 4 اكياس، وبعد كده الكيس الخامس ده ربطته كويس من بره، واستخدمت كمان كيس تاني ربطته من الناحية التانية. كده كان تمام قوي، كفاية اكياس كده. وبعد ما عدى بالظبط 8 ايام فتحته، وكان بالصورة الحلوة دي. في ناس بتسيبه 10 ايام، في ناس بتسيبه اكتر. انا بعد 8 ايام بالظبط فتحت عليه.
وكان استوى. وزي ما هنشوف دلوقتي كل الأكياس كده هتخرجيها كده، هبتدي بقى اقص الأكياس اللي هي كانت في البداية، مش هفك تاني، هقصها علشان اسهل على نفسي. وطبعا جهزت بلاستيك كتير لان انا هنضفها من بره، لان القشر هيبهدل الدنيا معاكي. في ناس ما بتحبش تشيل القشر بتاعها وبتنضفها من جوه على طول وبتاخد اللحم بتاعها. لا، انا فضلت اني انضفها من بره من القشر بتاعها قبل ما اخد اللي جواها. كانت مستوية وزبدة كده خالص. وريحتها دي اللي بتبقى عالية اللي احنا ما بنحبهاش كتير، ده بتبقى دليل على انها استوت. لان لو ما فيش ريحة ليها، لا طبعا ده شيء مش طبيعي. هنا انا كنت شلت القشر، طبعا كانت مرحلة حلوة خالص. يعني انا بتريق، هي مش حلوة لان بهدلت الدنيا قشر، بس الصح كده انك تنضفيها من بره من القشر بتاعها. وفتحتها كده من ظهرها، وجت اللحظة الحاسمة. بسم الله ما شاء الله، كانت مستوية جدا من جوه. كان اللحم بتاعها كده لونه بينك وحلو خالص. والسلسلة كانت خرجت من اللحم، وده برضو تاني دليل على انها استوت كويس. زي ما احنا شايفين كده السلسلة خرجت خالص لوحدها. اللي طبعا اللي بيحب الراس بتاعتها هيحتفظ بيها، لكن الصح ان احنا نربي ده بالاحشاء بتاعتها. اللحم بتاعها كان ما شاء الله هايل جدا، اللهم بارك. والتانية برضو بنفس الطريقة، كانت السلسلة بتاعتها كده خارجة خالص من اللحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنضف كده الجزء بتاع البطن بتاعها او الاحشاء بمنديل ورق كده، وبس كده خلاص انتهت عملية نظافتها. اول حاجة بشيل القشر، وده يعني في رأيي ده ضروري. وبعد كده بتبتدي تفتحيها من الظهر، وبتنضفي الجزء بتاع البطن بتاعها، وخلاص على كده. وبعد كده بقى بتقطعيها زي ما انتي عايزة، او بتخليها حسب الطريقة بتاعتك او حسب ما انتي عايزة. انا كده فتحتها بالمقص علشان يبقى سهل عليا لو انا خرجتها. ولو انتي حابة تسيبيها بالجلد بتاعها وانتي اثناء الاكل عادي، ده في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. انا خليتها عموما خالص، بس علشان ما كناش هناكلها في نفس الوقت ده. يا رب الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقولوا لي رأيكم ايه. عجبتكم الوصفة والطريقة ولا ما عجبتكوش؟ ولو عجبتكم طبعا زي ما قلت لكم اللايك مش هيتعبكم في حاجة، بالعكس هيشجعني اني انزل لكم فيديوهات اكتر وكمان جولات اكتر. اللهم بارك، الطريقة كانت ناجحة وكانت مظبوطة خالص. طبعا حسب الكمية اللي انتي بتحبيها، عايزة تعملي اكتر عايزة تعملي اقل. يعني اسبوع 8 ايام هيكون جاهز معاكي، وهيكون اوفر كتير كتير. هو لو بتشتري كده من بره هيبقى غالي جدا، لكن لو عملتيه في البيت حتى لو سمكتين زي دول مش هيكلفوكي كتير. كل سنة وانتوا طيبين، كل اعياد ربيع وانتوا بخير. يا رب دايما تكونوا مبسوطين ومرضيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاجات اللي بتتعمل في البيت بتبقى سهلة خالص يا جماعة، وبتبقى أنضف كتير. اعملوا كل حاجة في بيتكم، ربنا يسعدكم ويبسطكم. وطبعا لو عايزة تحتفظي بيه يبقى هتشيليه في كام كيس في الفريزر زي ما هو كده لغاية ما تحبي تاكليه وتطلعيه. ويا رب دايما تكونوا بخير وصحة.